أنا اسمي ريم صابوني، أم ورائدة أعمال سورية مقيمة في القاهرة، مدير ومؤسس Arab Mompreneur، الأم الريادية العربية. يعني دايما نحن بنسمع بالعالم العربي إنه الرجل ضد نجاح المرأة وممكن يحطم المرأة إذا نجحت وإلى ذلك من هذا الكلام، يعني على حين إنه في قول شهير: وراء كل رجل عظيم امرأة ناجحة. يعني أنا شايفة إنه هي معادلة غير عادلة، غير منصفة. على أرض الواقع الرجل قد يكون عائق وقد لا يكون عائق. الرجل قد يكون سند وقوي جدا، وهو اللي يوصل المرأة أصلا للنجاح، وهو اللي يدعمها ويؤمن فيها ويؤمن بذاتها. ولكن متى يكون الرجل عائق أمام نجاح المرأة؟ حالات كتير، بس خلينا نقول بشكل عام. أول عنصر أساسي إنه المرأة أصلا مش مؤمنة بذاتها أساسا، ولا عندها إيمان حتى بقدرتها على النجاح وأنها تستطيع أن تكون، ولكن دون أن يكون هذا الإيمان تحول إلى يعني عداء أو تحدي أو منافسة أو مناكفة. إذا تحول هذا الأمر إلى ندية بالتعامل مع الرجل فهو ممكن يكون عائق. فإذا هون المشكلة تكمن عند المرأة. إذا هي إنسانة تريد أن تحقق النجاح ولكن بكسر الآخر. الحالة الأخرى أن الرجل أصلا هو لا يؤمن بوجود المرأة إلى جانبه، ولا يؤمن بأن المرأة أصلا كيان يستطيع أن يقوم بأعمال مختلفة، مش بس في المطبخ، مش بس في البيت، مش بس بتربية الأولاد، لأنه هي كيان متكامل. هي تستطيع أن تضع بصمتها في أدوار مجتمعية مختلفة خارج حدود حوايط المنزل يعني، وكمان بإمكانها تنجح مثل ما نجحت جوا تنجح برا. فلذلك الرجل طبعا قد يكون عائق، وبنفس ذات الوقت هذا الرجل قد يتحول إلى سند، وسند قوي جدا إذا أنت كامرأة من الأساس واثقة بذاتك، واثقة بنفسك، واستطعتي أنك تاخدي الرجل بإيدك وتكونوا جنبا إلى جنب. الرجل النرجسي لا ينصح بالتعامل معه أساسا أساسا للابتعاد عنه في أي علاقة. يعني هي علاقة سامة بالآخر، ستحطمك. وفي مقولة دائما النساء يعني تعتنق هذه المقولة: أريد أن أصلحك، أو أنا جاي عشان ساعدك، أو أنا إيدي بإيدك ورح أحاول أنه أنا أخذك لبر الأمان. لا تقومي بهي المهمة رجاء، لأنه هو رح يكون أقوى منك ورح يشدك إلى الوراء ورح يرجعك. فأول قاعدة نحن بنقولها بالصحة النفسية: اعتني بذاتك أولا، ومن ثم بإمكانك أن تعتني بالآخر. دايما أنا بشبهها برحلة على الطيارة، ولما بيكون في أي مشكلة أمنية بالطائرة، الإرشادات السلامة والأمان أولا بتكون أنه ضع قناع الأكسجين لنفسك، ساعد نفسك، بعدين ساعد الآخرين، ساعد حتى لو كان طفل بالمناسبة. لذلك أنا بوجه كلامي للمرأة، يعني أنا حديثي اليوم للمرأة أصلا: ساعدي نفسك وأنقذي ذاتك، ومن ثم بإمكانك أن تنقذي الآخر. إذا أنت غرقتي فثقي تماما المركب كله هيغرق. ليش دايما بنشوف امرأة طلقت فأزهرت؟ دايما بنقول إنه المرأة يعني ما شاء الله عليها حتى وشها صار أحلى، وانطلقت للحياة ونجحت ودرست وحققت نجاحات يمكن 20 سنة لقدام. السبب إنه المرأة كسرها طلاقها أصلا، فهي بعد الانكسار وبعد الهزيمة هي أصلا أصبحت أقوى من السابق. بيقولوا لك الضربة اللي ما بتقتلك أو اللي ما بتموتك بتقويك. فهي أكيد هذه المرأة لازم تكون تتمتع بسمات نفسية علشان أصبحت قوية بعد الانفصال أو بعد الطلاق، وهي سمة المرونة النفسية أو الصلابة النفسية. الصلابة هي القدرة على الوقوف بعد الوقوع. فهي بعد ما وصلت إلى مرحلة الهزيمة والانكسار، مش فشل بالمناسبة، أنا ما بسميه فشل، يعني عادي، يعني قدر الله وما شاء فعل، حصل انفصال، مو ضروري يعني انفصال مدوي يعني بأزمة، يعني عادي ممكن يحصل على فكرة، لكن حتما سيسبب شرخ نفسي. بعد هذا الوقوع المرأة تستطيع القيام أو الوقوف، وبتكون أقوى من السابق، لأنه هي هون اشتغلت على صلابتها النفسية وعلى صمودها النفسي. مؤسسة نادي الأمهات العربيات بيساعد المرأة من خلال وعي بذاتها والصحة النفسية كمان.
يعني نحن من اسمنا نادي الأمهات، بس إحنا ما بنساعد أفكار تتعلق والله مثلًا بإنه كيف تعتني بالرضيع أو كيف إنه تقوم ببعض المهمات الرعاية للأطفال، لإنه باعتقد إنه هذا الكلام موجود وموجود بكثرة. بس النقطة المميزة أو الإضافة القيمة اللي نحن بنقدمها بنادي الأمهات إن نحن بنشتغل على الوعي بذات المرأة ذات نفسها بكيانها. المرأة تأخذ أدوار مجتمعية عديدة بحياتها، هي بتكون بنت، بعدين بتصير آنسة، وبعدين امرأة مكتملة، وبعدين تتزوج فبتصير زوجة، وبعدين لما بتخلف بتصير أم، وإذا طلقت ممكن تكون بقى أم عزباء، يعني بتربي لوحدها، ممكن تكون برضو أم مغتربة بتعيش بغربة. فالمرأة خلال حياتها بتاخد أدوار مختلفة عديدة، والانسلاخ من دور والدخول لدور آخر بيخليها مضطربة أحيانا، بيخليها بحالة ما عايشة انسجام بين إنه هي فجأة وجدت نفسها أم ومسؤولة عن طفل رضيع مثلا إذا كانت نيو مام يعني، وفجأة يعني سنة واحدة تغيرت حياتها توتالي 180 درجة، من لما كانت هي مجرد طالبة في الجامعة، أو مثلا لو كانت هي سيدة امرأة أصلا يعني فعالة في المجتمع، حرة الحركة، إلها نشاطات، إلها هوايات، إلها حتى أصحاب وإلها أصدقاء وعندها حياتها الخاصة، فجأة وجدت نفسها سجينة داخل كيان جديد تماما ما بيشبهها. فأكيد هون حيحصل عندها اضطراب. أنا دوري هون بنادي الأمهات إني ساعدك أنت كأم برحلتك الأمومة، برحلتك بأدوارك المجتمعية المختلفة، كيف ممكن تحققي هذا الانسجام وتتصالحي كمان داخليا مع هاي الأدوار لحتى ما تأثر على دوائر علاقاتك الأخرى، حتى ما تأثر كمان على صحتك النفسية، وتوصلي طبعا أكيد لا سمح الله لمرحلة الاحتراق النفسي، تكوني بيرن أوت، أو حتى لمرحلة الاضطراب النفسي. أهم شيء الاعتناء بالصحة النفسية. أكيد طبعا الصحة الجسدية إلى الكثير من الدكاترة والعيادات اللي بيهتموا بأجسامنا، لكن أنفسنا نحن أحيانا بنهملها، فتذكر من هاي النقطة ونحن موجودين لحتى نساعدك.